السلام عليكم في فيديو جديد. كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا في أفضل الأحوال وأنتم تشاهدون هذا الفيديو. كما رأيتم في العنوان، الفيديو الخاص باليوم فيديو مهم جدا. سنتحدث عن شيء ليس بجديد لكنه صار يخلق ضجة كبيرة مؤخرا، لذا سنتحدث عنه وسنتعمق فيه في هذا الفيديو. أتمنى أن تكملوا الفيديو حتى الأخير لأنكم ستستمتعون معي بمعلومات جد قيمة عن هذا الحاسوب الصغير جدا. إذن في هذا الفيديو سنقدم لكم معلومات كثيرة ومعلومات مفيدة في نفس الوقت، معلومات جديدة حول هذا الحاسوب الصغير، يعني الذي ليس بالجديد وليس بالقديم. يعني سنتحدث عنه وسنرى ما هي التغيرات التي وقعت في هذا الحاسوب الصغير الذي يعتبر أصغر حاسوب في العالم كما رأيتم في عنوان الفيديو. إذا موضوعنا اليوم موضوع حساس جدا، لأننا نتحدث عن شيء يخلق ضجة كبيرة مؤخرا في السنوات الأخيرة. إذا وهو حاسوب راسبيري بي آي. حاسوب راسبيري بي آي هو أصغر حاسوب في العالم حاليا إلى حد الآن، وهو الذي يخلق ضجة كبيرة في سوق الحواسيب. إذن هو الذي سنتحدث عنه اليوم. إذن أولا سنبدأ، لمن لا يعرف راسبيري بي آي، حاسوب راسبيري بي آي أصغر حاسوب في العالم، فهو حاسوب بهذا الحجم. يعني أن هذا الحاسوب تقريبا بحجم بطاقة ائتمان، تقريبا يعني بحجم بطاقة ائتمان. تصور معي أن هذا الحاسوب هو بحجم بطاقة ائتمان. يعني انظروا إلى هذا الحجم الصغير والذي يوفر كثير من الأشياء التي سنتعرف عليها في هذا الفيديو، التي يوفرها حاسوب ضخم. إذن هذا الحاسوب صار يخلق ضجة كبيرة ويستحق ذلك في السنوات الأخيرة. إذن لدينا ماذا يوجد في هذا الحاسوب؟ لدينا بما أن هذا الحاسوب بحجم بطاقة ائتمان، فما الذي يميزه؟ ولماذا هو ينافس يعني الحواسيب العادية الضخمة؟ لماذا هو ينافس الحواسيب العادية الضخمة؟ يعني هذا الحاسوب ولو أنه بجودة متوسطة، يعني بامتيازات متوسطة، فلماذا يعني الريكويرمنتس الخاصة به متوسطة جدا، لكن لماذا هو ينافس الحواسيب الضخمة المتوسطة أيضا؟ بغض النظر عن حجمه، لكن هناك أشياء أخرى سنتحدث عنها في هذا الفيديو تميز هذا الحاسوب الصغير، وخصوصا راسبيري بي آي موديول 5. هذا هو آخر إصدار لهذا الحاسوب، الذي إصدار 2025. آخر إصدار لحاسوب راسبيري بي آي هو موديول 5، وهو الذي يتميز بكثير من الأشياء التي لم يكن يتميز بها الإصدارات التي كانت قبل. إذن سنبدأ بتعريف بسيط عن حاسوب راسبيري بي آي. إذن راسبيري بي آي هو حاسوب صغير. إذن راسبيري بي آي هو حاسوب صغير اقتصادي أحادي اللوحة، يعني أنه يتكون من لوحة واحدة. تصور معي أن هناك حواسيب ضخمة تتكون من كثير من اللوحات، بينما حاسوب راسبيري بي آي يتكون من لوحة واحدة فقط. نعم، هذا منطقي لأننا ما سنراه في الفيديو سيجعل كل هذا منطقي. إذا لدينا هو صنع من طرف شركة راسبيري بي آي من المملكة المتحدة. على الرغم من صغر حجمه بحجم بطاقة ائتمان كما قلنا، إلا أنه يعمل كجهاز حاسوب كامل الوظائف. نعم، صدقني، من لا يعرف هذا الحاسوب فإنه يعمل كحاسوب كامل الوظائف. نعم، يعمل كحاسوب كامل الوظائف، يعني بكل الوظائف التي هي في حاسوب ضخم تتوفر في هذا الحاسوب الصغير جدا. إذا لدينا قادر على تشغيل نظام تشغيل والاتصال بالإنترنت وأداء مهام يمكن لجهاز كمبيوتر مكتبي عادي القيام بها. نعم، هذا ليس الكثير، بل هذا القليل مما يميز هذا الجهاز. لدينا الهدف الرئيسي لمشروع راسبيري بي آي هو جعل التكنولوجيا والبرمجة في متناول الطلاب والمصنعين والهواة والمهندسين حول العالم. نعم، نحن في حياتنا اليومية التي سنشاهدها الآن، فكل المصنعين الخاصين بالحواسيب هدفهم هو تسهيل التكنولوجيا على جميع من هم في العالم. يعني تسهيل التكنولوجيا صار هدفا كبيرا وضخما بالنسبة لنا.
أن نسهل التكنولوجيا على بعضنا البعض صار هدفا كبيرا وهدفا مهما جدا بالنسبة لنا. إذا نظرة عامة على المكونات المادية للجهاز. لدينا يتميز بمعالج ARM رباعي النواة، لأن خصوصا في يعني سأتحدث ليس عن الإصدارات القديمة. من يعرف الإصدارات القديمة فهي تتميز ب ثنائي النواة، لكن الإصدارات الجديدة بما فيها موديول 5 وموديول 4 يعني رسب بيري بي اي، ابحثوا جيدا عن رسب بيري بي اي موديول 5 وموديول 4 فهم يتميزون ب ARM، معالج ARM رباعي النواة يستطيع القيام بعملية معقدة. نعم، لأننا نعرف رباعي النواة فهو قادر على القيام بمجموعة من العمليات المعقدة. بالنسبة للرام فهو يصل إلى حتى من 512 ميجا بايت كأقل شيء بالنسبة للرام، إلى 16 جيجا بايت كأكثر شيء بالنسبة للرام بالنسبة للإصدار الجديد. إذا لدينا كذلك بالنسبة ل لا يحتوي راسبيري بي اي، هذه هي المفاجأة، أنه لا يحتوي على SSD أو HDD مدمج، بل وإنه يحتوي فقط على بطاقة ميكرو SD كوحدة تخزين رئيسية ومحرك أقراص لنظام التشغيل. نعم، هذا فقط ما يتوفر عليه. لدينا بالنسبة للمنافذ فهو يتوفر على منفذين USB 3.0 و USB 2.0، وكذلك مخرج HDMI وميكرو HDMI، كذلك منفذ إيثرنت، مقبس صوت 3.5 ملم، منفذ CSI و DSI، واي فاي زائد بلوتوث، مقابس GPIO. كل هذا متوفر في هذا الجهاز الذي هو بحجم بطاقة ائتمان. انظروا إليه، هذا ما قلته في بداية الفيديو، إنه يخلق ضجة كبيرة حاليا. نعم، هذا الجهاز يخلق ضجة كبيرة. لدينا بالنسبة للبرمجيات وأنظمة التشغيل فهو عادة يدعم نظام تشغيل Operating System خاص به، والذي هو راسبيري بي اي او اس. راسبيري اي اي او اس والذي ترونه في الصورة هو نظام التشغيل الخاص بهذا الجهاز. نعم، ولكن في نفس الوقت يمكنه تشغيل اوبونتو، ويمكنه تشغيل كالي لينكس، ويمكنه تشغيل ويندوز اي او تي، ويمكنه تشغيل ريسترو بي اي اي مثلا، ومجموعة من أنظمة التشغيل الأخرى. نعم، هذا كله في جهاز بحجم بطاقة ائتمان. انظروا إلى هذا العجب، كل هذا في جهاز بحجم بطاقة ائتمان. لدينا أيضا يتميز بتعدد استخداماته بشكل كبير، إذا أنه يستخدم لمجموعة من المجالات، ليس فقط للطلاب أو المبتدئين أو من يريد أن لا يكون لديه حاسوب يشغل مساحة كبيرة. ليس فقط هذه الأسباب، ولكن هناك مجموعة من الأغراض الأخرى التي سنراها في هذا الفيديو. إذا لدينا أيضا بالنسبة لهذا الجهاز فإنه يتميز بمجموعة من الخصائص الكبيرة والكثيرة التي لا نستطيع أن نتحدث عنها كلها في فيديو واحد. لدينا أيضا نماذج راسبيري بي اي، لدينا 0W، ولدينا راسبيري بي اي 0. هذه النماذج الخاصة بالجهاز، الفيرشنز الخاصين بالجهاز. لدينا كذلك راسبيري بي اي 3 A و B و B بلس. لدينا كذلك بالنسبة لي هناك منفذ HDMI مزدوج، وهذه مفاجأة أخرى. حتى بعض الحواسيب الكبيرة والضخمة لا توجد فيها منفذ HDMI مزدوج، وراسبيري بي اي يوجد فيه منفذ HDMI مزدوج. لدينا أيضا بالنسبة للحجم صغير جدا، السعر رخيص جدا، والطاقة استهلاك منخفض للطاقة، وهذا هو الذي نريد أن نتحدث عنه في هذا الفيديو. استهلاك منخفض جدا للطاقة، من لا يريد أن يستهلك طاقة كبيرة بحواسيب سواء كانت ضخمة أو متوسطة ولكنها تستهلك استهلاك كبير للطاقة، فراسبيري اي اي فهو لا يستهلك إلا القليل من الطاقة، يستهلك فقط القليل من الطاقة ويحتاج إلى القليل من الطاقة. هذا نظرا لحجمه، هذا شيء منطقي. إذن ما الذي يميز
راسبيري بي اي عن الكمبيوتر العادي. لدينا كمبيوتر راسبيري بي اي عادي، يعني هو الاداء متوسط، وفي نفس الوقت يمكن أن يعمل كثير من الأعمال المعقدة. يعني يمكن أن يعمل كثير من الأعمال المعقدة وفي نفس الوقت هو بحجم بطاقة ائتمان. لدينا قابلية توسع جي بي اي او، يعني يمكن أن نضيف إليه بعض الأشياء التي تخص الحواسيب. لا توجد دبابيس جي بي اي او. المرونة مثالي للمشاريع، مصمم للاستخدام العام. إذن كل هذا في حاسوب بحجم بطاقة ائتمان. لننظر إلى كل هذا العجب في حاسوب بحجم بطاقة ائتمان. إذا لدينا هذا الحاسوب العجيب الغريب الذي ليس بالجديد وليس بالقديم أيضا. إذا هذا الحاسوب فيه تطورات كبيرة في الفيرشن الجديدة كما قلنا، التي هي راسبيري بي اي موديول 5. هذه الفيرشن الجديدة من الحاسوب فيها كثير من المميزات الجديدة، خصوصا بالنسبة للرام، وكثير من المميزات التي لا نتحدث عنها في فيديو واحد كما قلت، لكن قد نتحدث عنها مستقبلا. يعني لدينا هذه المميزات فإنها تميز الجهاز كثيرا، خصوصا بعد أن ارتفعت الرام إلى 16 جيجا، فهذا يجعل الجهاز أكثر قابلية للشراء. إذا لدينا هنا تنافس كبير في مجال حجم الحواسيب، وهذا ما سنراه مستقبلا. الحواسيب لن تصير أكبر، بل ستصير أصغر، وهذا شيء منطقي، لأنه كلما تطورنا في مجال الحواسيب فكلما صرنا قادرين على تصغير حجم الحواسيب. هذا نظرا لماذا؟ نظرا يعني بعدنا في الأبحاث العلمية الخاصة بمجال يعني البروسيسورز، والمجال جي بي يو اس، يعني مجال الكارت جرافيكس، ومجال السي بي يو، مجالات المعالجات، مجالات الماشين ليرنين بصفة عامة. لأن تطورنا في هذه المجالات يجعلنا قابلين لأن نكتشف أشياء جديدة ونعزز من تقدم التكنولوجيا في العالم كله. إذا لدينا هذه الأشياء جد ثمينة. إذا هذا ما يخص تطورات في جهاز راسبيري بي اي موديول 5، الذي هو أجدد نسخة من جهاز راسبيري بي اي، الجهاز الصغير، أصغر جهاز حاسوب في العالم. إذا هذا ما يوجد في هذا الفيديو، أتمنى أن تدعمونا بلايك، ولو لايك، فقط لايك ومشاهدة، وألا تبخلوا علينا باشتراك إذا أعجبكم محتوى القناة، وأن تدعمونا بتعليق من أجل أن نستمر في مثل هذه الفيديوهات ونأتيكم بمعلومات مفيدة جدا وجديدة في نفس الوقت. نحن لا نبحث عن الأشياء القديمة طبعا. كل اليوتيوبرز بدون استثناء يبحثون عن أشياء جديدة، لكن ليس اليوتيوبرز فقط، ولكن كل الناس يبحثون عن أشياء جديدة. نحن لا نحب ما هو قديم، نحن دائما نبحث عن ما هو جديد. إذن أتمنى أن يعجبكم الفيديو. حاولت أن أقدم لكم أكبر عدد ممكن من المعلومات في وقت وجيز حول هذا الجهاز. من لا يعرفه ومن يعرفه أن يعرف الميزات الجديدة التي أضيفت للجهاز في الفيرشن الجديدة، يعني النسخة الجديدة لراسبيري بي اي موديول 5. إذن هذا ما يوجد في هذا الفيديو، وأتمنى لكم التوفيق.